وقعنا في حرب في تاريخ العرب اللي بتبدأ بسبب ناقة بتاعت واحدة ست اسمها البسوس بنت منقذ، قاعدة في أمان راجل اسمه جساس بن مرة من عيلة كبيرة اسمها بني بكر، وليها ناقة هتدخل حمى أرض يعني لكليب بن ربيعة، وده سيد قبيلة اسمها تغلب، وفي نفس الوقت هو جوز أخت جساس. كليب سيد تغلب شاف الناقة في أرض فرماها بحجر أو سهم فصابها. التفاصيل بتختلف من رواية للتانية، لكن اللي اتفق عليه خيال العرب إن البسوس صرخت وذلا، والصرخة دي وصلت لجساس اللي قاعدة في حماه. جساس في اللحظة دي ما كانش بيسمع صراخ الست، لكن كان امتحان لرجولته. هتسيب كليب يكسر ست قاعدة في حماه؟ في عالم القبائل الجيرة عهد والحمى سلطة، والإهانة بتبدأ صغيرة وتكبر. بعدها يقابل جساس كليب وتتصاعد الأمور فالطعنة تحصل. جساس ما قتلش راجل عادي، ده قتل سيد تغلب وجوز أخته الجليلة وأخو بطل حكايتنا اللي هيبقى بعد شوية أشهر اسم في الحرب، عدي بن ربيعة، كنيته أبو ليلى ولقبه المهلهل أو الزير سالم. الزير قبل ما أخوه يقع جثة كان شخص مختلف، كان شاعر جاهلي من قبيلة تغلب، وسيرته بتقول إنه كان بتاع لهو ودلع، بيقول الشعر ويرافق النساء، لا مهتم بالقبيلة ولا سيادتها، سايبها لأخوه كليب بدون منافسة. عشان كده الناس سمته المهلهل، ويقال إنه عشان هلهل الشعر بمعنى رققه أو أطال قصيده، وتسمى كمان الزير، زير النساء يعني. ده مهم لأنه يبين لك إن حكايته ما بدأتش كفارس مولود للسيف، لكن شاف أخوه اتقتل، والحزن ما عادش يخصه لأن تغلب كلها مستنية موقفه. كليب ما كانش أخ، ده كان سيد القبيلة، قتل السيد إعلان ضعف لو عدى بدون رد. عشان كده مش صح إن حرب البسوس قامت بسبب ناقة، الناقة كانت الشرارة لكن النار كانت موجودة. والحرب عند العرب ما كانتش معركة واحدة، كان كل يوم معركة، يوم للطرف ده وتاني يوم بيخسر للتاني، قتيل هنا ورد هناك، دم جديد بيطلب دم جديد. الحرب دامت 40 سنة، ممكن 40 سنة فعليا وممكن 40 سنة للدلالة على طول البلاء، لكن الأكيد إن الحرب طالت لحد ما بقت ذاكرة. في وسط الحرب دي بتقف الجليلة زوجة كليب واخت جساس، مش عارفة تاخد موقف. لو بكت زوجها هي أخت القاتل، ولو حنت على أخوها هي مرات القتيل. كل طرف عايز منها موقف وانحياز كامل، محدش سأل عن قلبها اللي انقسم قبل ما تنقسم القبائل. وبتتفاقم مأساة الزير سالم اللي كل خطوة في الطار بتقربه من صورة البطل وتبعده عن الراجل اللي كان عليه قبل الحرب. واتمنى لو كان موقفه يبقى زي موقف الحارس بن عباد، ده كان سيد من قبيلة بكر، الطرف الثاني من الحرب، لكنه اختار ما يشاركش وقال جملته الشهيرة: لا ناقة لي ولا جمل. ايه ده؟ هي اتقالت هنا؟ لحد ما اتقتل ابنه فتجرد الحرب. أبطال حرب البسوس ما كانوش أساطير، حتى لو العرب نسجوا حواليهم حكايات وخيال، لكنها حكاية لبشر عاديين اتحصروا بين الفقد والكرامة والضغط الاجتماعي. لما يبقى الحزن مش إحساس شخصي لكن واجب اجتماعي، ولما يبقى العفو محتاج شجاعة أكبر من السيف. الحروب الطويلة أحيانا بتبدأ لأن كل واحد فاكر إن التراجع هيكسر صورته قدام الناس، وهنا الإنسان هو الإنسان في الجاهلية أو النهاردة يتغير بسبب الفقد ويقسى بسبب الانتقام ويعيش سنين يدفع ثمن قرار اتاخد في لحظة غضب. أنا أحمد صالح بفكك التاريخ الشعبي وارجع الحكايات لأصلها.